السلام عليكم المتتبعين ديالنا، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الاحوال ديالكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وعلى خطاكم خوتي المغاربه كاملين فين ما كنتوا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. وعيدكم مبروك بالصحيحه والسلامه والعافيه وبكل المتمنيات يا ربي على جميع خوتي المغاربه فين ما كنتوا. واخا جات معطله شويش ولكن الحمد لله كل حاجه كتجيب الوقيته ديالها. عاد كتاب. وصراحه الله حتى انا توحشت المتتبعين وتوحشت هاد المنصه هذه اللي صراحه الله لقينا فيها ناس اللي وقفات معنا، ناس اللي دعمتنا، ناس اللي بغاونا، ناس اللي عجبهم المحتوى ديالنا اللي كنا دايرينه يعني في الاول، وكيفاش بدينا مع هاد الناس هادو مع المتتبعين ديالنا. وحتى انا كذلك صراحه الله والله العظيم عندي واحد الولف كبير على المتتبعين، لحقاش ما شفنا فيهم الا الخير، وشفنا واحد المعامله طيبه وواحد الوقفه يعني اللي وقفوا معنا وساندونا وازرونا في اي حاجه ديالنا. شكرا ليهم. السبب الغياب ديالي انايا على القناه ديال خوكم عبد الوهاب هو ما راكم عارفين انايا كيفاش داير وكيفاش كيفاش يعني انا كيفاش التركيبه ديالي كيفاش دايره. انا واحد النوع اللي ما كنبغي لا مشاكل لا صداع لا حتى شي حاجه. كنبغي تكون الامور زوينه، تكون الامور شي حويجات ديال الخير، شي حاجه ديال المساعده، شي حاجه ديال فاش نوقف من اجل الخير فقط. بغيت غيبت هاد المده هادي باش نأكد بأن فعلا خوكم عبد الوهاب كيبعد على المشاكل، ولو داك المشاكل يعني كتدخل ادسنس وكتدخل الارباح وكتدخل الفلوس. انا ما فضلتش ندخل الادسنس ونعيش في المشاكل ونعيش في هاد الموقف هكا. انا فضلت نسحب واحد المده باش كيف الناس اللي كيقولوا كيركبوا على الموجه او لا يعني كيبغيو يعني يدخلوا في المشاكل باش يدخلوا ادسنس. انا حاولت نبعد باش نعطي لراسي واحد الميزه اللي انا واحد الانسان باغي نخدم على راسي وباغي نخدم على وليداتي وباغي نعيش في هذا المجتمع المغربي بواحد الكرامه وبواحد طيبوبه وبواحد الانسانيه، ما نأذي حتى شي واحد وما نتأذاش. داكشي علاش انا كنحافظ من ادي حد باش ما يوصلنيش حتى انا الاذى. داكشي علاش قلت ارا نوقف واحد المده، وديك الساعات عاوتاني غادي نبدا مع المتتبعين ديالنا، الناس اللي كانوا معنا والناس اللي غادي يجيو عاوتاني لعندنا. مرحبا بهم ومرحبا بالجميع، ولكن بواحد المحتوى كيشرف، بواحد المحتوى كيعطي واحد النظرة على الأسر المغربية، كيفاش كتعيش مع وليداتها، كيفاش كتدير واحد الفلوغات مع وليداتها، كيفاش كتعيش الحياة ديالها سواء فرحان أو غضبان أو عندك أو ما عندكش، أو مهم كتعيش الحياة ديالك بدون ما تأذي حد وما يأذيك حد. داكشي علاش انا قلت ارى نوقف واحد المده، وعاد ديك الساعات ان شاء الله بحول الله غادي نبدا في القناه ديالي. لحقاش هاد القناه هادي ما نكروش زعما الخير ديال الله سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر. يعني هاد القناه هادي كتساعدك في واحد المسائل، كتلقى باش تقضي الامور ديالك، كتفكك من بزاف ديال الحوايج امور الدنيا. راكم عارفين المتطلبات ديال الحياه كيفاش دايره. يعني ما نكروش الخير ديال هذا الشيء هذا، ولكن بغينا واحد طريف الخبز اللي يكون صافي، واحد طريف الخبز اللي ما يكون فيه لا مشاكل ولا اذى ولا لا ضر ولا ضرار. يعني انسان كيف ما بدينا حنا في هاد اليوتيوب وفي هاد الخدمه هذه اللي يعني هاد التصوير وهاد الشيء هذا بديناه بواحد الطريقه زوينه. ما عندناش حنا النيه ديال شي مشاكل ولا ديال شي حاجه ولا ابدا.
بدينا يعني محتوى زويون هكا مع الوليدات، بغاونا الناس، بغينا حتى حنا الناس. الحمد لله، اللهم لك الحمد. داكشي اللي بغينا يكون، وداكشي ان شاء الله اللي بحول الله غادي نحافظوا عليه وغادي نعيشوا هكا. والحمد لله يعني حتى الا كان واحد المدخول قليل تبارك الله، غيكون داك المدخول قليل وما فيهش مشاكل. الحمد لله حنا مولفين الحمد لله، كاين او ما كاينش. ماشي يعني من الضروري خصنا نكونوا عايشين واحد الرفاهيه ولا عايشين واحد العيشه اللي هاي ولا لا. بالعكس حنا كنعيشوا على قدنا، دائما كنمشيو على قدنا والحمد لله، اللهم لك الحمد. وان شاء الله بحول الله مازال كاينين مفاجآت جايين، مازال كاين بزاف ان شاء الله بحول الله، وغادي نشاركوا معكم كل حاجه، غادي نشاركوها معكم. ماشي من اجل باش غادي نبينوا مثلا للناس حنا رحنا عندنا ولا يعني كنخسروا ولا كنديروا، لا بالعكس. حنا كنحاولوا نخلقوا السعاده مع راسنا ومع وليداتنا باللي كتب الله. وداكشي اللي كاين ان شاء الله بحول الله غادي نديروا المجهود ديالنا، وغادي نضحكوا وغادي نفرحوا مع المتتبعين، والمتتبعين كذلك غيفرحوا معنا. مرحبا بك. اهلا وسهلا المتتبعين ديال خوكم عبد الكريم. الا سمعت هذا تبت والو غندخل. ياك مرحبا. عييت صافي، مرحبا. حط لك ساعه ديال الخبيز غادي نقرص الخبز، المهم الخبز ما مشيت تبعاني ما يمكنش. كيف ما قال لكم عبد الله، نتمنوا ان المحتوى الجديد ان شاء الله بحول الله ينال الاعجاب ديالكم. كنحاولوا اننا نخدموا على فيديوهات اللي هما زوينين، كنحاولوا اننا انا اعوذ بالله وقولت انا ولا عبد الوهاب رجعنا لفيديوهاتنا القدام اللي كنا كنديروا وعجبونا، وحق الله العظيم الا عجبنا الطريقه باش كنا كنعطيو الفيديو، الطريقه كيفاش كنا عايشين مع الفيديو، وداك المحتوى كنا عايشين معاه مرتاحين. تخيلوا مرتاحين. كتدخل كتقرا تعاليق الناس، عرفتي اقسم بالله الا كاينين بعض التعاليق اللي كيبكيوك، يعني كيبقاو اللي كتسمع داك الهضره ديال داك الناس شنو كتقول عليك وشنو كتقول علينا حنا كعائله هكا باديين الحياه ديالنا مع وليداتنا، مع كنتقاتلوا مع الوقت ومع الزمان. يعني شي مسائل كانت كتعجبنا بزاف، وهذاك هو اللي خلانا نشدو يعني في هذه القناه هذه يعني نخدموا في هذه القناه. والحمد لله كملي وان شاء هضرتك. الله وان شاء الله بحول الله. والله العظيم اللي قلت لك دابا عاد كنمونطي الفيديو يعجبني، كنمونطي هكا وقلت كنقادو يعجبني. عجبني ما فهمتش يعني. حتى الفيديو كنمونطيه وانا الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم بارك وزيد في ذلك كما كنقول، وانا مرتاحه لانني عارفه راسي داك الفيديو اللي غادي نحط ما مأدي حد، ما هضر على حد، ما جاب لا حد، ما الحمد كلمه لله على هادشي حد. اللي كاين، دايره اللهم فيديو لك الحمد. كيخص بيا انا ووليداتي صافي. حتى واحد المحتوى كيخصني انا ووليداتي، الا كانت شي حاجه ولا هذا انا اتحمل مسؤوليتي كيف ما كنقولوا. والحمد لله اللهم لك الحمد. قررت بالفضل ديال الله وبالفضل واحد المتتبعين، يعني راهم معروفين لا داعي لديك الاسماء وداك الشيء. متتبعين اللي كانوا كيلحوا كانوا مدولي بالاخص انا مدولي المساعده فاطمه زهراء. بعدي ها المحتوى اللي تخدمي عليه، ها الطريقه باش تخدمي، ها هذه وها هذه. وشكرا لكم. هذا الفيديو ديال عبد الله والحمد لله لقيت راحتي في هذه الطريقه هذه. وغنحاولوا اننا غادي نخدموا على المحتوى الجديد ان شاء الله بحول الله، لان كيبقى افتخار لينا حنايا لاننا كنعطيو شي حاجه ديالنا كتخص بينا. يعني انا براسي راه فيديوهاتي القدام اللي رجعت ليهم وقلت كنتفرج، راه بصح كنا كنعطيو واحد الحاجه اللي كتفيد المتتبع، واحد الحاجه اللي المتتبع يعني واخا شوفوا واخا نبعدوا عليه غير الطاقه السلبيه، على الاقل نعطيو غير الطاقه الايجابيه. راه كيف ما كيقولوا واخا دير غير مقله ديال مطيشه والبيض وانت ضاحكه ناشطه حاطه معاها شلاله ديال بصله ومطيشه وانت ضاحكه والاخر، واحد المتتبع غادي يتفرج فيها غيضحك. قريت التعاليق ديال واحد الناس، ديال واحد السيده في الفيديو ديال صباح ديال العفريته ديال صباح، فاش قالت لهم تلفوا قلنا انت ما تفرجتيش، تلفوا لبابا السنان مع السنان ديال الخروف وقلنا نقلبوا عليهم. قالت لك متتبعه تخيلي انني كنت ربي اللي عندي قالت لك تجبرت راسي كنضحك بلا شعور. فعلا كيكونوا شي حويجات اللي كيفرحوا وهما كيكونوا بساطين وهما كيفرحوا واحد الانسان، ولو غير كلمه، ولو غير يعني بزاف د الحويجات. وداكشي اللي كاين وداكشي حنا اللي باش يعني بقينا مع هاد الناس ومع هاد المتتبعين، والصراحه الله لقينا فيهم
واحد الخير كبير، كيبغيونا مساكن من قلبهم، وحتى حنا كنبغيوهم. وحتى حنا عاوتاني كذلك. يعني هاد القناة هادي عرفتنا على بزاف د الناس، منهم حتى الناس اللي خدمنا معاهم في العواشر ديال عيد الفطر، يعني في رمضان تبارك الله. يعني شنو هو السبب؟ السبب هو هاد القناة هادي عرفتنا على ناس، وناس ثقت فينا، وفعلا كنا عند الثقة ديالهم. اللهم لك الحمد، خدمنا معاهم، صيفطوا لنا فلوس ديالهم باش نخدموا لهم، وخدمنا لهم وصيفطنا لكل واحد رزيق ديالو، كل واحد صيفطنا له المسائل ديالو، وهما فرحوا وحنا عاوتاني كذلك فرحنا، والحمد لله. اللهم لك الحمد. وهذا الشيء كله شنو هو اللي كيبقى يعني دايم، والدوام لله والبقاء لله، وهو المعقول. المعقول الحمد لله. اي واحد تصارف معانا ولا تلاقى معانا، ولا ولو كاين الناس اللي عرفتي شحال ديال الناس اللي ما عمرهم ما شافونا وما عمرنا ما شفناهم، يعني خلاص هما كيشوفونا يعني في اليوتيوب، وحنا عمرنا ما شفناهم، وتواصلنا وصيفطوا لنا فلوسهم وبواحد الامانه الحمد لله، وردينا لهم، خدينا لهم السخيرات ديالهم. كاينين حاجه اللي كناخذوها يعني ما كتكونش عندنا وكيكلفونا هما، كنمشيو كناخذوها لهم، وكناخذوها لهم بواحد الجوده، وكناخذوها لهم بواحد بحال اللي كناخذوها لراسنا، وكنصيفطوا لهم السخيره حتى لعندهم. والحمد لله هادشي هذا كيسبب في واحد الحركيه وفي واحد الرواج، لا لينا ولا لبلادنا ولا للمجتمع ديالنا. والحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يعني كنسعاو من شي حاجه ديال الخير، كنسبقوا من اجل شي حاجه ديال الخير لينا ولخوتنا المغاربه، سواء الناس اللي معانا داخل البلاد او الناس اللي خارج ارض الوطن. والحمد لله. اللهم لك الحمد. وخليو لنا في التعاليق الناس اللي تصرفت معنا، والناس اللي كلفتنا، والناس اللي وصلتنا على المسائل اللي باغيين وخديناها لهم. دخلوا عندي في الكومنتيرات، وما تبخلوش علينا من لي لايك ديالكم، وما تبخلوش علينا من المشاهدات ديالكم. الصراحه الله القناه ديال خوكم عبد الوهاب يعني راها تضررات بهذه الوقفه هذه اللي وقفت تقريبا شي 22 يوم ولا 24 يوم، وانا موقف ما كان حتى حاجه. حطيت واحد الفيديو في هاد الوقيته هذه كامله. المهم الناس اللي عندهم قنوات، صحاب القنوات راهم عارفين هاد الشيء. القناه فاش كتوقف كتضر بزاف، ولكن ماشي مشكل. كيف ما يعني الحمد لله احنا راضيين بالقسميه. انا كنقول لكم دائما انا راضي بالقسميه، غير خصني نكون انا فرحان وتكونوا حتى نتوما فرحانين، ونكونوا كنعطيو واحد الصوره اللي كتشرف، واحد الصوره اللي يتفرجوا فيها العائلات مع وليداتهم، ويعني ياخذوا من عندنا وحنا ناخذوا من عندهم. هادشي ما فيه الا الخير. حنا كنعطيكم واحد الفكره، وانتم عاوتاني كتردوا علينا في الاراء ديالكم من خلال الكومنتيرات، من خلال التعاليق، وهكا كنبقاو نتبادلوا والله يخطيكم علينا. وشكرا، وسمحوا لي على الغيبه، وعيدكم مبروك مره واحده اخرى. والله يجعل سيدي ربي تكون ايامكم كلها افراح ومسرات. وشكرا لكم كاملين 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 بدون استثناء، وبسلامة عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله. وغير تسناو راه كاينين مفاجآت بزاف، كاينين شي حويجات اللي غادي نفرحوا حنا وتفرحوا حتى نتوما ان شاء الله بحول الله. وبسلامة عليكم.